لقاء مستقبل هذه بالمرسى والنادي الرياضي الصفاقسي اللي من المفروض باش يكون حيوي وفرجوي كما عودونا به قبل، كان اليوم بالعكس فاتر والمستوى كان متوسط لغاية. النادي الرياضي الصفاقسي قدم تشكيلة كاملة ما عدا غياب سامي الطرابلسي، ووجدنا كذلك في صفوفه طارق الهواري لاعب الملعب التونسي سابقا التشكيلة الأساسية للنادي الرياضي الصفاقسي. على عكس نادي الصفاقسي مستقبل المرسى نزل منقوص من 5 عناصر أساسية لأسباب مختلفة: العشي، مجدوب، ديورا، بن شرودة وابو قرة. بداية الشوط الأول غلطتنا وخلتنا نتصوروا أن المقابلة باش تكون سخونة. عملية من أولى من المرسى سبقتها ركنين نادي الرياضي الصفاقسي، لكن كما تشاهدوا اللعب كان متقطع واللعبة بصراحة ما كانتش مفهومة، وحتى فريق ما كان يستحق 2 نقاط الفوز اليوم. الهدف الأول جاء في الدقيقة 14 إثر هذه الهفوة الأولى من المدافع صبري جابلنا، تصل الكرة إلى اسكندر سويح اللي يمهد إلى سفيان ساسي اللي صوب تصويبة عادية لكنها غالطة الحارس خبير. فرحة سفيان ساسي وتحسر خبير وإعادة للهدف بالصور البطيئة. كنا نتصور كذلك أن نادي الصفاقسي باش يلقى نفسه في طريق سهل للانتصار، لكن هفوة من الحارس البدوي مكنت المرسى من التعديل عن طريق الصحراوي بعد تصويبة عالية ومش قوية كذلك من بعد 40 متر تقريبا. تعادل غير منتظر خاصة في ذلك الوقت بالذات. ثم في أواخر الشوط الأول وإثر هذه العملية طالب أبناء المرسى بضربة جزاء غير موجودة لأن المدافع غير اتجاه الكرة قبل الالتحام، سنشاهدوها مع بعضنا بعد حين. ثم بن حمد مرة أولى والبدوي تصدى، بن حمد مرة ثانية والبدوي كذلك، وعادل الجباري يعود للدفاع ويمنع مهاجم نادي الرياضي الصفاقسي من التهديف. الشوط الثاني كما تشاهدوا لخطة في دفاع مستقبل هذه المرسى منذ البداية، واللخطة هذه ربما من جراء الصيام وشهر رمضان، واللخطة هذه وصلت كذلك للحكم الشاب الدعمي اللي أخرج الورقة الصفراء ثم الحمراء للاعب لجل، وظن أنه هذا اللاعب كان عنده إنذار، لكن هذا الشاب الدعمي تفصل أمام دهشة لجل كما باش تشاهدوا ورجع الأمور إلى نصابها واكتفى بالورقة الصفراء. فعلا يكتفي الدعمي بالورقة الصفراء. ثم لا الحكم ولا مراقب الخط تفطنوا إلى وجود ركنية لصالح مستقبل هذه المرسى، واعتبروا هذه العملية 6 أمتار في النادي الرياضي الصفاقسي. في آخر المقابلة كان بإمكان مستقبل هذه بالمرسى التهديف عن طريق القروي بتشاهدوا في مناسبة، ثم عن طريق الشاب هشام بواب في مناسبة أخرى بتصويبة رأسية، كما كان بإمكان نادي الرياضي الصفاقسي كذلك التهديف. على كل حال كما قلت لكم حتى فريق اليوم لا النادي الرياضي الصفاقسي ولا مستقبل هذه المرسى كانوا يستحقوا 2 نقاط الفوز.